ينفعش ابقى في 2025 ولسه بقنعك انك تستخدمي زيوت. انتوا عارفين ان انا بعشق حاجه اسمها زيوت، وان فعلا لما نضجت عرفت ان الزيوت دي لا غنى عنها. الصيدليه الطبيعيه لعلاج مشاكل كتير جدا، بس هنتكلم عن الجسم والشعر كمان. لما بلاقي اي براند بتعمل زيوت حلوه ما بتاخرش وبجربها، بالذات البراندز اللي عندها فكره في الزيوت بتاعتها. طبعا لازم تكون معصورة على البارد والزيوت تبقى بيور. براند كده مصرية اسمها جزمو عاملة زيوت طبيعية حلوة جدا جدا، والأحلى ان هي فيها فكرة. خليني الأول أكلمكم على زيت الشعر بتاعهم. بتعمليه حمام زيت بتستخدميه على فروة راسك، ميكس بين الزيوت الهندية، خلاصة حبة البركة وفيتامين اي والقهوة والأرجان والجوجوبا والوي جيرم، الحلبة والنيم، لبان الذكر والجنزبيل والقرفة والقرنفل. حاجه كده يلاكسر. تستخدميه مرتين في الاسبوع على فروه راسك نص ساعه وتخشي تاخدي الشاور بتاعك. نيجي بقى للاتنين دول اللي فعلا فيهم فكره تستاهل ان انا اطلع اكلمكم عنهم في فيديو. ده زيت بذور العنب المعطر بريحه الريد بيري. عايزه اقول لك ان انت لو استخدمتيه كدراي اويل على جسمك مش بس هيرطب وهيفتح، كمان هيديكي ريحه حلوه جدا. ريحته لذيذه جدا وريحته بناتي، وكمان فيه فيتامين اي. النقطه منه كده ترطبي بيه الاندر ارم، ترطبي بيه شعرك، هيديكي فايده وكمان هيديكي ريحه حلوه جدا. اما بقى الزيت الجميل ده زيت شجره الشاي والنعناع. مش قادره اقول لك انت هتستخدميه اكتر من استخدام، اكتر مما تتخيلي. نقطه كده في الشامبو، نقطه صغيره مع المرطب بتاعك بالليل لو بشرتك دهنيه، قدمك فيها فطريات او بتطلع ريحه مش عاجباكي، تحطي منه على الكريم اللي هتحطيه على رجلك وشوفي الجمال. مش عايزه ارغي كتير. المهم يا بنات ان البراند دي خطيره والزيوت بتاعتها تحفه. وعلى فكره من اوائل البراندز اللي انا اتكلمت عنها لما ابتديت الانستجرام من يجي 30 سنه كده. فجو تشيك ذم اوت وشوفوا البرودكتس بتاعتهم لانها حلوه جدا، بس انا بنصحكم بالزيوت.